السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب تانية ثانوي ولسه مخلصين امتحانات ولا نقول تالتة ثانوي دفعة 2026. أنا دكتور إبراهيم أحمد محمد أبو المعاطي طب الأزهر. معانا دكتور عبد الرحمن نور. ازيك يا ام اسلم؟ الله يبارك فيك. ربنا يبارك لك حبيبي. الله يبارك فيك يا رب. طبعا دلوقتي بقى خلصت، أنت حضرتك خلصت تانية ثانوي صح؟ قبل ما تخش تالتة ثانوي بس كده تعالى عايزك في كلمتين أنا والدكتور. نسيب أول كلمة للدكتور، يعني أنا أول كلمة والدكتور يقول كلمة. اتفضل يا لا هو انت كنت لسه بتقول من شويه ان شباب تانية ثانوي داخلين بشغف وحماس رهيب، ان انا عايز ابدا تالتة من شهر 6، مخلص لسه امتحانات، عايز ابدا خبط لزق كده. فانا لا بقول لك إيه؟ فانا لا يعني صح؟ ايه؟ صح طبعا ما يبدأوش دلوقتي يعني. هو لا، هو مفيش حد خالص، ما ينفعش خالص. من ضمن الحاجات اللي في حد يعني انا اعرفه قالها لي بجد، ودي انا ما سمعتهاش. من شهر 6 اللي هو من وقت ما خلصت ثانيه ثانوي لحد ما هتبدا ثالثه ثانوي، دي اخر فتره حلوه هتعيشها في حياتك. فلو ما استمتعتش بيها مع السلامة. بجد هتروح في داهيه. مع السلامة. فلا يعني انا شايف اللي هو انت محتاج الفتره دي بالذات تاخدها صح، تبسط نفسك على قد ما تقدر طول ما انت فاضي. اخرج وعيش وانبسط، ما تفكرش في ثالثه ثانوي خالص. خالص دلوقتي. انت كده كده داخل على المدعكه، ما تقلقش، جاي. يعني بص انت دلوقتي يا باشا خلصت ثانيه ثانوي، احنا لسه ما جيناش ل 15/5 اللي هو نص شهر 5، لسه سنه ثالثه اللي شغاله دلوقتي ما خلصتش. فيا باشا اخرج، فسح، نام نام نام، اتبسط. اهم حاجه عندي قرانك ووردك، وردك وقرانك يعني اللي هو ورد الاذكار بتاعك وصلاتك. خلي عندك من دلوقتي قبل ما تبدا سنه ثالثه ثانوي لحد 9/7 اللي هو 15/7 في اخر امتحاناتك في ثالثه ثانوي، كل يوم انا بصلي ركعتين قيام. ليك سبب مالكش سبب زي الفروض، يعني هم الفروض الصلاه الخمسه هم تصلي 5 مرات، لا انت هتصلي 6 في ركعتين قيام كده، دول زي الفرض بالظبط. لان برضو اللي انت هتعود نفسك عليه في الفتره دي بالذات هتستمر معاك في ثالثه. وحاول تخلي ان حوار الورد ده معاك في ثالثه بالذات، يعني انت تتعود عليه من دلوقتي. صح. انا متهيألي ما شفتش حد كان مواظب على ورده الا لما ربنا كرمه، مش في ثالثه بس، عامة في حياتك عامة في كل حاجه، وخصوصا ركعتين القيام دول. يعني انا بحاول حاليا ابدا انتظم عليه، متاخر بس ربنا تاتي بخير خير من لا تاتي. بالظبط، يعني تصل بخير خير من لا تصل يعني. فانت عارف دعاء، يعني دعاء قيام الليل اللي هو ان الله عز وجل ينزل من على عرشه يتجلى الى السماء الدنيا، هل من سائل فاعطيه، هل من تائب فتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له. فحاول ان انت تنتظم على قيام الليل، ده رقم 1. رقم 2 يا باشا، انت منهجك في السنه بقره ال عمران واوائل السور، فانت ظبط لي البقره وال عمران في الاجازه كل يوم كده صفحه صفحتين، خلصهم يومك معاك براحتك، تنام تلعب تخرج تتفسح تعمل اللي انت عايزه. المهم ما اشوفكش ماسك كتاب، لو شفتك ماسك كتاب هنفخك. تمام؟ تمام. في مدرسين هيبداوا حجز دروس من شهر 6، اوعى تروح. اوعى تروح. لا بس في نقطه اقول لك عليها في الحته دي. في ناس انت مهما قلت لهم ما تقربش من ثالثه، ما تتعبش يعني، ما تلفش كتير، ما تقعدش تذاكر، لا هو مش مطمن غير لما يبدا بدري، حاسس ان هو دايما سابق بخطوه، مع ان انت مش سابق بخطوه خالص. دكتور حضرتك لو انا بدات في شهر 6 عم اوصل شهر 8 انا بقالي شهرين شغال، هكون هنكت اصلا في الوقت اللي الناس فيها تبدا تشتغل وهيسبقوني اصلا. يعني الشهرين اللي انا اشتغلتهم دول حاسس ان انا شغال لوحدي، انا مالك زماني، انا سابق، انا مش عامل. بينما انت هتدرك لما تدخل ثالثه ثانوي في شهر 8 ان انت ادركت حاجه، ان انت ذاكرت في الشهرين انت هتذاكر في اسبوع اصلا. بل بالعكس ان انت استنفذت طاقتك، انت المفروض بدري بالظبط. فالمهم انت وفر طاقتك، تبدا امشي مع القطيع زي ما بيقولوا. واحنا ان شاء الله هنا في القناه يعني القناه دي مختصه بطلبه الثانويه الازهريه، وان شاء الله طلبه ثانويه عامه ان شاء الله برضو يا باشا انا معاك اول باول. فدلوقتي انت يا باشا استمتع باجازتك خالص خالص خالص. شرع كتير، عربي كتير، مفيش حاجه اسمها كتير. زي ما غيرك بدا في السنه ووصل، انت تقدر تبدا في السنه وتوصل. المهم عندي في دلوقتي القران ثم القران ثم القران وخلص. متهيألي انت اشتغلت يعني اتكلمت في نقطة أهم من أي حاجة. بالظبط. القرآن بالذات كانت عقدة من عقدات إن أنا كل طلبة الثانوية الأزهرية لأن أنا ما بدأتهاش صح. في ثالثة بالذات كنت ما بحفظش، ما يعني لو بقرأ كل فين وفين. بالظبط. فهو لا، القرآن مش مجرد بس إن أنا بحفظه للامتحان. هو لا صلة بينك وبين ربنا. فلا أنت هم 40 درجة مضمونين في الجيب،
40 درجه كده، اللهم صل على النبي، كده انت داخل السنه معاك ال 1% عندنا في الازهر ب 6.5%، فانت داخل كده اللهم صل على النبي معاك يجي 6% او 7% اهو من مجموعك الكلي. المهم عندك القران تمام، غير كده عيش براحتك. يعني هو عامة بص يا صاحبي، لو انت شايف ان انت حابب تعمل حاجة لتالتة، فانا هقول لك ان الحاجة الخطوة الوحيدة ان انت تقدر تمشي بيها امورك في تالتة، لف على كل المدرسين، افهم وخد معلومات عن كل مدرس في كل مادة، تبقى عارف انت هتتكلم مع مين. لا مش دلوقتي خالص، يعني بص اول ما قبل- ثالثه ثانوي تبدا تخلص كده، اه يعني مثلا ثالثه ثانوي تخلص 9/7 اتمرق انت اسبوع ابدأ كمان خد خبرتك 15/7 بقى، ابدا انت عملت ايه ما عملتش ايه، بس ما تضغطش عليه عشان هو ساعتها هيكون متوتر ومستني النتيجه وتنسيق والكلام ده كله. فانت يا باشا براحتك عادي خالص، ادالك 15/7 ابدا بقى ايه، كلم واحد انت تعرفه، انت عملت ايه، كنت مشترك مع مين، اخبار الدنيا ايه، طب ايه اللي حصل طول السنه وهكذا. واحنا هنا على القناه ان شاء الله هنوفر لك الموضوع ده. فيعني نصيحه ما تبداش دلوقتي خالص خالص خالص، تمام؟ بكررها تاني، ما تبداش دلوقتي. انت عارف يعني ايه تبدا دلوقتي؟ انت عارف يعني تبدا من شهر 6 شهر 7 ان انت تفضل سنه وشهر بتذاكر. ده 5 طب ما عملتهاش يا اسطى، فلا ما ينفعش خالص. خد راحتك ولا تالتة والله، ولا ثالثه سنه اصل الدكتور في سنه ثالثه، تمام؟ فربنا يعينكم ويوفقكم يا رب دفعه ثالثه ثانوي والسنه القادمه ان شاء الله. شدوا حيلكم، شدوا حيلكم في الاجازه، يعني شفت لما تكون بتشد حيلك في الدراسه كده وتذاكر كمان، شد حيلك في الاجازه، العب براحتك، هيص واعمل كل اللي انت عايزه، بس اهم حاجه زي ما قلت لك صلاتك وقرانك، غير كده انت مالك زمانك. الدكتور حابب ينوه على حاجه؟ يعني محتاجك بس تبقى فاهم قبل ما تخش المدرس اللي هتختاره قبل ما تبدأ، حاول ما تغيروش، علشان تغييرك في نص السنة من أكتر الغلطات اللي بتوقع ناس كتير. ولو هتبدأ تالتة ثانوي مش بمبدأ محترم، يعني مش لازم تبدأ أنت داخل اللي هو أنا داخل أقطع الكتب وعايز في أول حصة أكون طالع من الأوائل وأحفظ أول حصة دي صم. أنت لو داخل مثلا أول حصة صمتها وطلعت فيها مجهود 100%، تاني حصة هيبقى 98 وتفضل توصل في أول شهرين كده تخلص مجهودك. فانا محتاجك بس زي الماراثون كده يا دكتور واحد، انت بتبدا فاكر امبارح كنا بنقول ايه؟ ان الناجح اللي هينجح في حياتك، في حياتك عامة في اي حاجة، ان انت تستمر. ده ولا انك تبذل مجهود كبير، ولا انك تبقى ذكي وعبقري، ولا انك تلاقي معاك فلوس والدنيا واقفة في ظهرك واقفة جدعانة، لا مفيش الكلام ده. انت بس مجرد ان انت ايه، يبقى عندك روح الانضباط على استمرارية في مشاويرك اللي جايه، ايا يكن بقى في ثالثه في اي حاجه في خطوه عايز تعملها في حياتك. ده الحاجه الوحيده اللي هتخليك تنجح وتوصل لهدفك. خد انا ثانيه ثانوي، لو انت ما كنتش بتذاكر في اولى وفي ثانيه ومجموع ثانيه مش عاجبك مالكش دعوه. ثالثه ليس لها صله باولى وثانيه الا حاجات قليله جدا، يعني زميلك اللي كان بيذاكر في اولى وثانيه هو داخل ثالثه مستريح ان هو انا اقدر اقعد اذاكر. لو انت ما كنتش بتذاكر فانت عندك فرصه برضه. تاني حاجه ما تقولش امكانيات العقليه لا تسمح، مفيش حاجه اسمها امكانيات العقليه لا تسمح يا اسطى. انت ما شاء الله ربنا وهبك مخ، يعني انت ما تعرفش قدراتك ايه، فما تحكمش على نفسك من دلوقتي بالفشل. انت تقدر تقدر، اقل منك ووصلوا، مش اقل منك بكتير قوي ووصلوا. فما تستخسرش في نفسك فرحه، ما تخش في نفسك مجهود، ما تحبطش نفسك من دلوقتي، العب افرح هيص اجازتك، ما تحطش حاجه في دماغك انا في ثالثه ثانوي مش عارف اعمل حاجه. قول لا انا في ثالثه ثانوي انا هعمل اللي محدش عمله، وكله بالتدريج، تمام؟ انا اعرف ناس كانوا معايا في الفصل وكانوا بيجيبوا والله من 70% و 65 ويا دوب، وما شاء الله اوائل في دفعتي دلوقتي. الناس دي اوائل من دفعتي في الكليه معايا، يعني انا ما شاء الله اكبر. لا فالموضوع مش مقياس خالص ولا اولى وثانيه. ان شاء الله يا شباب نتمنى يعني تكونوا استفدتوا من الفيديو. طبعا ما تنساش بقى لايك واشتراك وما تنساش سبسكرايب، ما تنساش تخش في جروب التليجرام اللي هسيبها لك تحت في الوصف. السلام عليكم.